السلام عليكم. فيديو النهاردة حلو جدا وهيعجبكم جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل كنافة عيش البلبل بنكهات حلوة، او زي ما انتوا بقى ناس بتقول عليها كنافة الاساور، زي ما انت عايزة تسميها سميها. المهم ان احنا هنعرف الطريقة النهاردة ازاي نشكلها وازاي نعمل الحشوات الجميلة اللي فيها. طبعا الوصفة دي احنا كنا واخدينها معانا في مهرجان وجبات من القلب. وطبعا انا وعدتكم ان هننزل بالطريقة، وان شاء الله الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. انا شيرين ودي قناتي حلو وحادق مع شيرين. لو عجبتكم وصفة النهاردة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. احنا معانا هنا نص كيلو من الكنافة الطرح، ولازم واحنا بنشتري الكنافة يا جماعة نقول لبتاع الكنافة انا عايزاها طرح. ليه بقى؟ عشان تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني ما تكونش متفككة ومتقطعة ومتفرولة، عشان نقدر ان احنا نقسمها شرايط كده، بحيث ان احنا نبتدي ان احنا نلفها رول زي ما انتوا شايفين. وبرضو الكنافة البرمة لازم تبقى الكنافة كنافة طرح. انا قطعتها شرايط متساوية زي ما انتوا شايفين كده، طبعا متوسطة الحجم، وبقيت اساوي الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا اللي احنا بنقصه ده يا جماعة هنستخدمه، هنعمل بيه صينية كنافة عادي جدا. احنا بس ايه بنظبط عشان يبقوا كلهم مقاس واحد وحجم واحد. قسمنا الكنافة بالشكل ده، ونجيب بقى شريط كده، جبنا بولة فيها مية وبالسباتيولا، وابتدينا ان احنا نعمل رول الكنافة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي ليها استنباط يا جماعة عند الحلوانية، انما احنا استخدمنا ايه؟ استخدمنا المقوار. عملنا بظهر المقوار كده وكانت تحفة، وعملت لنا المهمة بنجاح. طبعا الكنافة عيش البلبل ما ينفعش ان احنا نسويها في نفس اليوم، لازم من مش اقل من 4 ساعات في التلاجة. انا صراحة سبتها ليلة، يعني انا عملتها بالليل وابتديت ان انا اسويها تاني يوم الصبح، تكون بقى نشفت ومسكت نفسها كده وظبطت حالها. هنا بقى تاني يوم الصبح جبنا بقى صينية ودهناها بالزبدة، وابتدينا ان احنا نرص الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكنافة يعني سمنة، عشان بس ايه محدش يقول لي انتي هتحطي سمنة كتير. هي محتاجة زبدة او سمنة كتير جدا، وطبعا الزبدة هنا بتديها تيست عالي جدا. الكنافة مليانة سمنة، بس احنا هنصفيها قبل ما نحط عليها الشربات. بنبتدي ان احنا نصفي كل السمنة دي الاول. هندخلها بقى على فرن متوسط الحرارة 180، ويلا بينا نعمل الكاستر. معانا كوباية لبن، معانا حوالي 3 معالق من الكاستر، وانا استخدمت كاستر فانيليا وكاستر فراولة، كل واحدة لوحدها. ده كاستر الفراولة. هنا ضفنا 3 معالق كاستر على كوباية اللبن، عليهم حوالي 3 معالق سكر، بس ما تصورتش للأسف، او حسب الرغبة زي ما انت عايزة. وهنقلبه على البارد كويس جدا، وهنبتدي ان احنا ننزله في بولة بالشكل ده. طبعا هنغطيها ونركنها على جنب لحد ما الكنافة تستوي. هنا بقى هنعمل كاستر الفانيليا. طب انا ما عنديش كاستر، استخدم ايه؟ تقدري تستخدمي النشا عادي، اللي هي القشطة الكدابة، مفيش اي مشكلة، وتحشي بيها الكنافة وهتبقى جميلة ولذيذة جدا. بس عايزة اقول لكم الكاستر بالنكهات دي حلو قوي قوي. هنا بقى الكنافة خرجت من الفرن، ودي صينية كنافة بقى بالكريمة الكدابة، هسيب لكم لينكها في صندوق الوصف. وده شكل الكنافة لما خرجت. طبعا صفيناها من السمنة كويس جدا، وابتدينا نديها الشربات. هنديها الشربات وهنصفيها برضو. دي النكهات اللي احنا عملناها، الكاستر فراولة وكاستر فانيليا وكمان شوكولاتة نوتيلا. طبعا احنا بنستخدم الشوكولاتة البديلة للنوتيلا. دي شكل الكنافة لما خرجت من الفرن. شايفين جمالها وحلاوتها؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده عظمة، حاجة كده جميلة 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 جميلة. اللينك هيبقى موجود في صندوق الوصف، عملناها كتير قوي على القناة، فما رضيتش بصراحة ان انا اكرر الوصفة تاني في الفيديو. اكتفيت ان انا اوريكم الفينش بتاعها، ونشوف ان شاء الله
التكات بتاعتها في الفيديو بتاعها اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف. ده بقى شكل الكنافة بعد ما قلبناها، يا تكاتها يا حركاتها يا جمالها، روعة. من أحلى الوصفات اللي أنا بحبها بصراحة، كنافة بالكريمة، روعة روعة روعة. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم. هنا بقى هنكمل بقى الوصفة بتاعتنا اللي هي الكنافة عيش البلبل. جبنا بقى ورق الكب كيك اللي هو ده ميني كب كيك الصغير شوية، وابتدينا بعد ما صفينا بقى الكنافة من الشربات هنبتدي بقى نحطها في ورق الكب كيك ونحط ايه التوبنج بتاعها. طبعا زي ما انتم شايفين احنا عاملين زي ما قلت لكم كاستر فانيليا وكاستر فراولة، ومعانا بديل النوتيلا. حطينا كده في الكيس الحلواني وابتدينا نحط وهو الكنافة الحشو، وعملناها بالشكل اللطيف اللي انتوا شايفينه ده، وحطينا عليها كريس كده للتزيين. الطبق التاني هنعمله بقى بايه؟ هنعمله بالنوتيلا تقريبا، ايوه بالنوتيلا. طبعا انا سيحت النوتيلا في حمام ميه كده عشان تبقى سهله معايا في التشكيل. وهنبتدي بقى نزين بالشوكولاته اللي هي بديل الرافاييلو، حلوه جدا على فكره. وحطينا لوز، عملنا تشكيله كده وميكس كده من اللوز والكريز وكمان الشوكولاته بديل الرافاييلو. لوحة فنية والله جميلة جدا. هنا بقى الأستاذة شهد بنتي حبت بقى يعني تحط التاتش بتاعها، وقالت لي سيبي لي كام واحدة كده أحط فيهم الكاستر الفراولة. تسلم إيديكي يا شهد. وزينتهم بالبندق وكمان الكريز واللوز. وهنا بقى واحنا بنقطع الكنافة، صينية الكنافة بالكريمة، عايزة أقول لكم حكاية والله بدون مجاملة، يعني بجد الكنافة دي زي ما قلت لكم من الحاجات الحلوة قوي على قلبي وبحبها جدا جدا، مش شرط في رمضان بس، لا في كل الأوقات بصراحة. هنا الكنافة كانت سخنة، كنت أنا مستعجلة طبعا، كنت متأخرة على المهرجان، وكنت بقطعها وهي سخنة، وكانت يعني متماسكة زي ما انتم شايفين، مع انها كانت سخنة جدا مش عارفة امسكها فعلا بايدي، بس كانت متماسكة وكانت ريحتها يعني خطيرة. ده كان فيديو النهاردة ودي كانت وصفتنا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. وفي نهاية فيديو النهاردة بشكركم جدا، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.